في هذه المنطقة التي تخلو من كل شيء سوى أزيز طائرة محطتها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بدأت فصول جريمة نكراء هزت مجتمع طيبة وأثارت ردود أفعال واسعة على مستوى المملكة، حيث جرى اغتصاب سيدة أعمال من قبل سائقها. رجعت مع السائق حقي ووقفت عند سوبر ماركت عشان أقضي الأغراض لي والبناتي. فعندما وقف فكيت الباب اللي أبغى أنزل معاه، ما هو راضي ينفتح الباب. سألته قلت له ليش ما ينفتح؟ قال لي كانوا فيها أصحابي يا مدام ولعبوا لي فيها، ومشايل حتى اليدين حقت القزاز حقت الباب. فنزل هو وفتح لي الباب، نزلت عادي قضيت رجعت السيارة. بعد ما رجعت السيارة رحنا اتعدى الدخلة حقت الوالدة اللي تأدي لبيت الوالدة. فقلت له ليه؟ قال لي أنا أبغى يا مدام غرض من المحطة، أبغى غرض من المحطة. قلت له طيب أنا أبغى المطار عشان أبغى أحول لي فلوس، أيدع لي فلوس في البنك 28,000. قال لي بكرة يا مدام، دحين أنا الوقت ما متأخر، أنا ما يمديني. قلت له خلاص بكرة إن شاء الله تعالي العصر وأنا أروح أيدعها. المهم كملنا المسيرة وتعدى الدخلة، وقلت له الدخلة من هنا. قال لي لا أنا أبغى غرض من المحطة المقابلة اللي هنا. برضو وصلنا لجهة المحطة، سيب المحطة ودخل على اليمين. فقلت له ليش أنت دخلت هنا؟ قال لي خليكي ساكتة. التهديد بقتل سيدة الأعمال وتفريغ طلقات المسدس في جسدها وتركها جثة تنهش منها الكلاب جملة دفعت هذه السيدة للاستسلام وتحقيق رغبة السائق بعد سلسلة من المحاولات لردعه ومقاومته. ولا تزال فصول الجريمة مستمرة، إذ أمضى السائق في توثيق فعلته بالصوت والصورة. المسلسل لحد كذا ما انتهى. بعد ما انتهى وأخذ غرضه وأخذ كل شيء، صورني في جوالي وأخذه معاه. قال لي هذا الجوال حيقعد معايا، بلغتي علمتي أحد علي، اعتبري الجوال هذا أنا صورك محفوظة فيه طبعا وانت زي كذا. لم يكتف السائق باغتصاب سيدة الأعمال، بل سلب كل ما كان بحوزتها من مال ومقتنيات. بعد ما لملمت نفسي وركبني السيارة وطلعنا، اتصل على أحد أقربائه وعطاه الفلوس واللابتوب والمسدس في كيس ورحنا. بعدين اتجهنا إلى جهة بيت الوالدة، طبعا بإرغام منه إني بخلال 24 ساعة إذا ما طلعت معاه الصور اللي في الجوال تنشر. فنزلت الأغراض واتصلت على الشرطة على طول. فجات الدوريات ومسكوه زي كذا وطلعوا. بعدها بعد ما وصلت للشرطة طلعت معاهم وريتهم الموقع هذا اللي هو قدامكم، وكانت كل شيء الأمور واضحة فيه لدرجة إني شرحت لهم الموضوع قبل. مضت أيام عدة والسائق قابع خلف أسوار الشرطة، وسيدة الأعمال تتجرع مرارة ما حدث متأملة أن يرد حقها المعنوي قبل المادي، بينما تجري مداولات التحقيق في القضية داخل أروقة دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام. ماجد الصقيري، المدينة المنورة، عكاظ.